معك سيد عبد الباري عطوان. بداية من هذه القائمة التي تحمل المطالب أو الشروط التي قدمت من الدول الأربعة المقاطعة إلى قطر، أنت كيف تراها؟ تراها مفاجئة بالنسبة للمضمون واللغة التي طرحت؟ ما الذي تشي به؟ هذه الشروط طرحت حتى ترفضها دولة قطر، لأنها شروط قاسية جدا، شروط تعجيزية، وشروط حقيقة يعني عندما يتم تحديد 10 أيام للرد أو التطبيق الكامل لهذه الشروط، فهذا يعني أن هذه الدول الأربعة جادة بشكل غير عادي وغير مسبوق في فرض مطالبها وتحجيم دولة قطر وفرض الوصاية السياسية والاقتصادية وربما العسكرية أيضا عليها، وتركيعها وإذلالها بشكل غير مسبوق مثل ما قلت في أي شروط سابقة. النقطة الأخرى أن هذه الشروط يعني لأول مرة يعني مرفوقة بآليات التطبيق ومراقبة شديدة جدا. يعني إذا تقديم تقارير مثل ما تفضلتم في المقدمة، سواء شهرية أو كل 6 أشهر أو كل سنة ولمدة 10 أعوام، فهذا يعني بأن قطر ستكون موضوعة في قفص أقرب إلى الاعتقال منها إلى المراقبة. فأعتقد أن يعني السؤال الآن هو هل ستوافق قطر على هذه الشروط؟ يعني مثلا إغلاق القاعدة التركية، قطع العلاقات مع الإخوان المسلمين وحزب الله ومنظمات إرهابية مثل الدولة الإسلامية والنصرة. يعني أيضا هذه أسئلة مشروعة سيد عطوان، سنناقشها بطبيعة الحال يعني تسليم المطلوبين، تسليم المطلوبين يعني نعم. المتابعة، لأنه من المهم أن نعرف ما هي خيارات قطر بطبيعة الحال، وخصوصا أنك تشير أنه هي قدمت هذه الطلبات وكأنها تعجيزية يعني أو نوع من الإرضاخ لقطر. سنتحدث عن خيارات الدوحة، ولكن اسمح لي أن أنقل النقاط التي تفضلت بها للدكتور حسن نافعة، بمعنى أنه هذه يعني القائمة، وأسألك بناء على اختصاصك بالعلوم السياسية. في العلوم السياسية هل يمكن أن نصفها بلائحة مطالب أم هي في إطار الانتحار السياسي كما فهمنا لربما من السيد عبد الباري عطوان؟ هي بالفعل شروط لا تتسق إطلاقا مع التقاليد والأعراف الدبلوماسية، حتى الصياغة. يعني أنا لا أدري ما إذا كان ما نشر هو نص المذكرة التي يعني قدمت لدولة الكويت باعتبارها الوسيط، ودولة الكويت أوصلتها بهذه الصورة إلى قطر، لكن الصياغة الدبلوماسية والقانونية ركيكة جدا، مليئة بالتناقضات، كان يمكن أن تطرح بشكل أفضل من هذا، لكن يبدو أنها يعني تعكس طريقة غير تقليدية، طريقة عربية تنضح بالغضب وتنضح بالانفعال، وبالتالي بعيدة عن التقاليد والأعراف الدبلوماسية، ويبدو أنها صيغت بطريقة إما أن تقبل كلها أو ترفض كلها. يعني لا تطرح صيغة للتفاوض والأخذ والرد حول ما يمكن الاتفاق عليه وما يمكن الاختلاف عليه. وأنا لا أدري ما إذا كان دور الوسيط الكويتي في هذه الحالة لديه أي هامش من الحركة، أم هو مجرد ناقل مذكرة إما أن تنفذ بحذافيرها أو يعني تعتبرها الدول المعنية رفض من ناحية قطر، وبالتالي تستمر في الحصار. هذه شروط يصعب على أي دولة أيا كانت أن تقبلها، ناهيك عن أنه هذه دولة عضو في منظمة إقليمية يفترض أنها منظمة تكاملية، وبالتالي يفترض أن الهدف النهائي أو الغائي لهذه المنظمة نعم. هو الوحدة على النمط الأوروبي. فكيف يمكن يعني أن تكون هذه هي الطريقة التي يتم بها التعامل؟ يعني أنا لا أنزه قطر عن التغريد ربما خارج السرب بعض الشيء إلى آخره، لكن يبدو لي أن الأمر أكبر بكثير من مجرد علاقات ثنائية بين قطر وبين بعض الدول الخليجية، وما يظهر فوق السطح هو الجزء العائم من جبل الثلج، وهو جزء يسير جدا. الجزء الأكبر غاطس، وبالتالي نحن لا نعرف بالضبط
ما هي الأسباب الحقيقية، لأن المسألة ليست مسألة مكافحة إرهاب ولا مسألة إيواء يعني بعض نعم. من تعتبرهم هذه الدول عناصر طيب، وكأنك تشير إلى أنه في نوايا مبيتة دكتور نافعة، ومن المهم أن نقف عندها. ولو بقيت معك بشكل سريع، مجرد أن نسمع اتهامات من الطرفين بتسريب يعني ورقة أو لائحة المطالب والشروط، أليس هو اعتراف أو تبني أو بأنه هذه هي فعلا الورقة المطروحة على قطر؟ لأنه وزير الدولة الشؤون الخارجية الإماراتي يعني وجه كلام قاسي حتى لقطر بأنها تعمدت تسريب هذه الورقة لإفشال الوساطة وسماها مراهقة سياسية. وبطبيعة الحال عندما يكون هذا الخطاب يعني أنه هذه هي الورقة، صحيح؟ صحيح. الورقة على كل الأحوال نشرت من أكثر من طرف، صحيح. وبالتالي والفروق بينها يعني طفيفة، وبالتالي ما ظهر في وسائل الإعلام يبدو أنه يعكس حقيقة الموقف. وحتى عندما أشار يعني وزير الدولة الإماراتي إلى هذه يعني المطالب لم ينكرها، وبالتالي هو قال أن قطر هي التي سربتها، بما يعني ضمنا أنه يعترف بأنها صحيحة، وبالتالي أن هذه المطالب هي ذات المطالب التي تقدمت بها الدول التي فرضت الحصار على. وبالتالي أظن لم يعد هناك يعني أي يعني جدوى من التشكيك في أن هذه هي المطالب الفعلية التي سلمت إلى دولة قطر. وطالما أنها مطالب يعني ليست سرية، فما هي المشكلة إذن في أن تعرف هذه المطالب؟ تسمح لنا أن ننقل هذه النقطة للسيد يعني عبد الباري. لماذا سيد عبد الباري يكون هناك غضب من الجهة التي تطرح قائمة مطالب لإعلانها؟ يعني ما الضير من إعلان قائمة مطالب هي مطلوبة ومنتظرة، وفي كلام كبير من عدة دول بأنه يجب أن يكون هناك هذه القائمة؟ لماذا تغضب برأيك أو تنزعج؟ والله أنا يعني حقيقة ست رامية يعني لا أفهم هذا الغضب من قبل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. يعني هذه المطالب يعني جرى تقديمها مثل ما قلت من أجل أن ترفض، وليست هذه قائمة ليست قابلة للتفاوض، لم تعرض من أجل التفاوض عليها، إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها. هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني التسريبات أصلا يعني عندما الشيخ سعود القاسمي وهو عضو في الأسرة الحاكمة في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات هو الأول من تحدث عن هذه النقاط بالكامل. وتفضلتم اليوم أيضا في التقرير بأن يعني أمير سعودي يعني ابن الأمير خالد بن سلطان هو الذي نشر هذه القائمة بالكامل على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. فلماذا الغضب؟ وبعدين أعتقد أن من مصلحة الدول التي قدمت هذه المطالب أن تعلن، وليس من مصلحة الطرف الذي يتلقى هذه المطالب لإعلانها. يعني هذه الدول تقدمت بهذه المطالب من أجل أن تعلن، ومن أجل أن وضع قطر في الزاوية وحصرها بشكل غير عادي، والإيحاء بأن الهدف من هذه المطالب هو تحجيم دولة قطر، والهدف من هذه المطالب أيضا إذلالها، يعني إلحاق أكبر قدر ممكن من الإذلال بها. وهذا ما فهمناه. فالغضب هنا غير مبرر على الإطلاق، وغير مفهوم أيضا غير على الإطلاق، طالما أن قطر هي المستهدفة، وهذه المطالب حقيقة ألحقت الضرر كبيرا بدولة قطر سواء بإعلانها على وجه التحديد. فأيا كان الطرف الذي سرب، هذه مطالب موجودة ومنذ نتحدث عنها في الإعلام منذ أكثر من أسبوع على وجه التحديد. فأين المشكلة هنا؟ لا أعرف. وربما سيد عبد الباري هذه المطالب جاءت، هذه المطالب يعني أيضا لا أدري إذا كان يحق لدول أن تطلب من دولة ذات سيادة مثل هكذا مطالب حتى بالقانون الدولي، يعني تحديد علاقات، تأطير علاقات، قطع علاقات، يعني إلغاء أو إزالة قاعدة عسكرية حتى في أعراف يعني والمواثيق والقوانين الدولية، يعني إلى أي حد حتى المضمون هو مقبول بالقانون الدولي. ليك دكتور حسن نافعة، توافق على نقطة أنه هذه الشروط قدمت كي ترفض. اليوم في يعني تغريدة لسعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يكتب: يا رب ما يوافق، بمعنى أنه بالفعل قدمت هذه أو في نية مبيتة أن لا توافق عليها الدوحة، أو لا هي غير مقبولة معروفة من الأطراف المقدمة.
أنا في تقديري أنها شروط غير قابلة للتنفيذ أصلا. ثم إن ما يلفت النظر في بعض هذه الشروط أنها لا تخص فقط علاقة يعني قطر بدول مجلس التعاون الخليجي. عندما يقال يجب إغلاق القاعدة التركية، هم يقحمون تركيا كطرف في الأزمة، وتركيا لم ترسل أصلا قوات إلا بعد أن اندلعت الأزمة، أي أن هذا لم يكن مطلبا قائما يعني قبل اندلاع الأزمة. هو جاء بعد أن قررت تركيا دعم قطر في موقفها وإرسال القوات أو إعادة إحياء الاتفاقية العسكرية المبرمة بين البلدين. إذن هناك إحساس من جانب قوى إقليمية وقوى دولية أن ما يجري هو تصفية حسابات لأسباب بعضها معروف وقد يكون ظاهرا، لكن أغلبها يعني غاطس تحت الماء وغير ظاهر، وبالتالي هناك أشياء مجهولة ولا علاقة بقضايا أخرى يعني لم تظهر بعد بالكامل. قضايا لها صلة بالصراع العربي الإسرائيلي، لها صلة بالتنافس الأمريكي نعم. الروسي في المنطقة، لها صلة بالقوى الإقليمية. في هناك 3 دول إقليمية كبرى: تركيا، إيران، إسرائيل، والجزء الضلع الضعيف في المنطقة كلها هو العالم العربي. ويبدو أن الدور جاء على منطقة الخليج لحلب هذه المنطقة لاستنزاف ثرواتها، وبالتالي هذه الأزمة يعني تأتي في هذا السياق. وبالتالي لكي ندرك أبعاد هذه الأزمة علينا أن نخرج قليلا من زاوية العلاقات الثنائية بين قطر وبين دول مجلس التعاون الخليجي. المنطقة كلها تتغير، وفي إطار الصراع الدائر على هذه المنطقة يمكن فهم الأزمة الحقيقية أو محاولة تحليل هذه الأزمة في رأيي. وهذا كلام مهم. سنتحدث فقط عن جزئية تركيا، سنأخذ فاصل ونتوسع بهذه الأبعاد والخيارات، ولكن أفهم منك دكتور نافع بأنه قدمت رفع عتب كما يقال هذه لائحة المطالب. سيد عبد الباري عطوان، سأسألك فقط عن جزئية تركيا ومن ثم نتوسع أكثر في الخيارات المتاحة بالنسبة للأطراف. تركيا الآن تتحول بناء على هذا الطلب والرد الذي سمعناه من وزير الدفاع التركي إلى طرف في النزاع القائم وهذه الاصطفافات. نعم، تركيا الآن حقيقة تعيش مأزقا كبيرا. يعني تركيا أخذت موقفا إلى جانب دولة قطر، وقررت أن تلتزم بمعاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، بين قطر وبين تركيا، وأرسلت قوات إضافية إلى قطر وتمركزت في هذه القاعدة. ونحن نعرف حجم التحالف بين قطر وبين تركيا، وخاصة على صعيد دعم حركة الإخوان المسلمين، والموقف البلدين متطابق. نعم. في العراق ومتطابق أيضا في سوريا بطريقة أو بأخرى. فتركيا الآن أصبحت طرفا في هذه الأزمة، وأصبحت طرفا منحازا، رغم أن القيادة التركية قالت أكثر من مرة بأن هذه القاعدة أو هذه القوات التركية الموجودة في الدوحة هي للدفاع عن أمن الخليج. يعني كيف ستدافع تركيا عن أمن الخليج وهي تبعد حوالي 3000 أو 4000 كيلومتر من الدوحة؟ أيضا مضافا إلى ذلك، طب هناك قاعدة أمريكية، يعني لماذا تكون هناك أيضا قاعدة تركية؟ هل يعني أن قطر غير مطمئنة لقيام القاعدة الأمريكية بالدفاع عنها وتأمين أمنها في حالة تعرضها لأي غزو سواء من السعودية أو لأي يعني اضطرابات داخلية؟ هذا هو السؤال. طيب، سأتحدث بطبيعة الحال عن توسيع دائرة ربما أيضا الأطراف في هذا